في 2021 خبر رجوع كريستيانو رونالدو لمانشستر يونايتد كان أشبه بفيلم سينمائي. الجماهير كانت بتحتفل وأورد ترافورد كان بيرحب بابنه اللي رجع ليه مرة، ولكن بعد سنة ونص القصة انتهت بنهاية حزينة. مقابلة صادمة، فسخ عقد، وانقسام جماهيري. Yes, I feel betrayed, and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year. السؤال اللي هنجاوب عليه في حلقة النهاردة من سلسلة ظالم ولا مظلوم: هل رونالدو في فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد كان مظلوم ولا هو اللي ظلم النادي؟ ودلوقتي بقى هات خربوش الشاي بتاعك ويلا بينا نبدأ الحلقة. لكن قبل ما أبدأ الحلقة ما تنساش إن أكبر دعم ممكن تقدمه ليا إنك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. وما تنساش أنا مش بقدم محتوى، أنا بقدم حاجة بحبها وبحب إن أنا أتكلم فيها. ويلا بينا نخش على الحلقة. أغسطس 2021 رونالدو كان قريب جدا من مانشستر سيتي، ولكن فجأة مانشستر يونايتد بتدخل في الصفقة، وفعلا بيقدروا يخطفوا الصفقة. الملعب بيتهز، القميص رقم 7 راجع تاني. التوقعات إن الأسطورة راجع ينقذ الفريق. أول موسم ليه قدر رونالدو إن هو يسجل 24 هدف في كل البطولات، وكان هداف الفريق. وقدر كمان في دوري أبطال أوروبا بالتحديد إن هو يسجل أهداف في لحظات قاتلة، ولحظات كانت مهمة جدا. لكن في نقطة مهمة هنا: هل الفريق فعلا كان بيتطور ولا بيعتمد بس على لحظات فردية من كريستيانو رونالدو؟ لأن برغم كل الأهداف اللي سجلها رونالدو إلا إن مانشستر يونايتد ما قدرش إن هو يحقق أي بطولة، وخرج بموسم صفري. مش بس كده، ده خلص كمان الدوري في مركز متأخر جدا. هل نقدر نقول إن كريستيانو رونالدو أدى اللي عليه ولا كان وجوده بيعطل مشروع إعادة بناء الفريق مرة تانية؟ الموضوع مش بس أرقام، الموضوع أسلوب لعب. الكرة الحديثة بتعتمد على الضغط العالي، مهاجم بيضغط بيرجع يدافع وبيتحرك بدون كرة طول الوقت. رونالدو في سن 37 طبيعي ما كانش يقدر إن هو يضغط 90 دقيقة. والسؤال بقى هنا: هل المفروض إن مانشستر يونايتد كان يغير من طريقة اللعب عشان نجم كبير، ولا النجم الكبير هو اللي المفروض كان يتأقلم مع النادي ومع طريقة اللعب؟ لأن الفريق لما كان بيضغط كان بيبقى ناقص واحد، وده بيأثر بشكل كبير جدا على المنظومة كلها. بس برضه رونالدو كان بيسجل أهداف، فهل تطلب منه إن هو يجري أكتر ولا يجيب لك أهداف؟ مع وصول إيريك تنهاج كان جايب مشروع واضح: نظام، التزام، ومفيش نجم فوق الفريق. رونالدو بدأ الموسم احتياطي وما كانش بيلعب بشكل أساسي، ومعدلات لعبه بدأت تقل بشكل كبير جدا. وفي ماتش شهير جدا رونالدو رفض إن هو ينزل كبديل. ومش بس كده، كمان قرر قبل نهاية المباراة إن هو يخرج من الملعب تماما. وفعلا ساب المباراة وطلع من الملعب. وبعد كده الإدارة استبعدته. وهنا بقى القصة خدت شكل تاني ومنحنى تاني خالص. فهل المفروض إن المدرب كان يحتوي نجم وأسطورة بحجم رونالدو، ولا كان لازم يثبت إن مفيش حد فوق النظام وإن مفيش نجم أكبر من الفريق؟ لأن لو تنازل قدامه فبكده هيخسر أوضة اللبس وهيخسر سيطرته على الفريق، ولو شد عليه فهو بيصطدم بأسطورة النادي. والانفجار حصل في المقابلة الشهيرة. رونالدو قال إن هو حاسس بعدم تقدير وعدم احترام، وانتقد الإدارة والمدرب وقال إن النادي ما اتغيرش بقاله سنين. الكلام ده اتشاف بطريقتين: ناس قالت إن هو بيتكلم بصراحة وبيقول الحقيقة، وناس تانية قالت إن أنت لاعب في الفريق فما ينفعش إن أنت تضرب استقرار الفريق وتعمل أزمة. المقابلة دي انتهت بفسخ العقد، والقصة انتهت بنهاية حزينة جدا لأسطورة من أساطير مانشستر يونايتد. دلوقتي بقى خلينا نكون عادلين. رونالدو رجع النادي وسجل وكان هداف الفريق، والنادي اداريا كان فيه مشاكل كتيره جدا، لكن رفض ادوار جديده ورفض ان هو يبقى احتياطي، وما كانش بيسمع كلام المدرب. وكان في تقصير جدا من جانب رونالدو، وعمل كمان مقابله انهت العلاقه بشكل حزين جدا وبشكل ما كانش يليق بحجم نادي مانشستر يونايتد ولاعب كاسطوره زي رونالدو. فالحقيقه من وجهه نظري رونالدو مش مظلوم 100%، ولا برضه ظالم 100%. يمكن الاثنين غلطوا. نادي مش جاهز إن هو يتبني حوالين نجم كبير بحجم رونالدو، ونجم كبير مش قابل فكرة إنه مش دايمًا البطل. دلوقتي القرار عندك، لو كنت مكان تنهاج كنت هتختار النظام والّا هتبني الفريق حوالين رونالدو؟ واكتب لي رأيك. هل أنت شايف رونالدو في فترته الأخيرة مع مانشستر يونايتد هل كان مظلوم والّا كان ظالم؟ وهاستنى رأيك في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. وقُل لي برضه في الكومنتات تحب تشوف مين الحلقة الجاية من سلسلة ظالم والّا مظلوم. وسلام عليكم.